ازيكم في قراقيش جديدة، وزي ما اتعودنا بنكمل مع بعض قرقوشة قرقوشة عشان نكمل مجلتنا الفرفوشة. برافو عليكم. استنونا في أولى فقراتنا بس بعد البريك الصغنن قوي ده. اوعوا تروحوا في أي حتة. ودلوقتي يا اصحابي وصلنا لفقرة قرقوشة فرفوشة، ومعانا صاحبة لينا. يلا بينا نسألها تعرف ايه عن الرجعية. اسمك ايه؟ جمانة. جيفانا، تعرفي ايه عن الرجعية؟ نوع من أنواع الشجر. نوع من انواع الشجر. الشجر ده بقى الشجر ليه الوان كتير، لونه ايه مثلا؟ بيبقى في الخريف بيبقى لونه أحمر وأصفر، بيبقى ليه ألوان كتير. طب انا عندي فكرة تانية. هو احنا مثلا لو رجعنا لورا دي هتبقى اسمها ايه؟ مش رجعية؟ طب لو طلعنا لقدام هتبقى اسمها طلعية؟ طب ايه كمان؟ يعني هي هتبقى شجر ولا ان احنا مثلا العربية ترجع لورا؟ لا، هتبقى شجر. هتبقى شجر. اوكي. وممكن تكون ايه كمان؟ ممكن زي ما انتي قلتي ان هي العربية مثلا، بمعنى أصح ان هي العربية ترجع ورا. ترجع لورا. اوكي. ولا اللي هي بتاعت الطلعية دي؟ لا، ده الرجعية. اسمك ايه؟ مايا. مايا، تعرفي ايه عن الرجعية؟ ايه، مش عارفة؟ طب ممكن نفكر كده مع بعض. ممكن تكون ايه؟ ممكن نكون لو رجعنا لورا كده تبقى اسمها ايه؟ لو رجعنا لورا اسمها رجعية. طب لو طلعنا لقدام هتبقى اسمها طلعية. طب ممكن تكون ايه؟ ممكن تكون مثلا نوع من انواع الشجر مثلا. لا، مش عارف. مش انواع الشجر؟ هي بتاعت رجعية وطلعية دي. لا، ما انا الصراحة طب نتخيل مع بعض، يعني مش لازم تكون الإجابة صحيحة قوي. نفكر كده مع بعض. ممكن تكون ايه؟ ممكن تكون مثلا كلوز زي الحلوة اللي انت لابساها دي. ممكن. يعني ممكن ان انا امشي بيها. لا يعني هدوم مثلا، ممكن تكون هدوم اللي هي الرجعية. الرجعية هتبقى هدوم. انا بسألك ممكن تكون مثلا. لا. طب ممكن تكون أكلة، يعني عمرك مثلا ما سمعتي مامي بتقولك يلا بينا دلوقتي عشان هنتغدى مثلا الرجعية؟ سمعتيها قبل كده قالت كده؟ طب هي ممكن تكون ايه؟ ممكن تكون شجر. هي ممكن تكون شجر. ممكن. اسمك ايه؟ عبد الرحمن. عبد الرحمن، تعرف ايه عن الرجعية؟ اي حاجة متخلفة. اي حاجة ايه؟ متخلفة. متخلفة. وايه كمان؟ ممكن تكون مثلا لو احنا رجعنا لورا كده هيبقى اسمها ايه؟ يبقى اسمها رجعية. مثلا يعني. طب لو طلعنا لقدام هتبقى اسمها طلعية. فكر كده معايا. طب ممكن تكون مثلا ايه؟ نوع من الشجر. ممكن تكون مثلا لبس. ممكن تكون ايه؟ ممكن تكون أكلة. ممكن تكون أكل. عمرك ما سمعت مامي بتقول مثلا يلا بينا هنطبخ دلوقتي الرجعية؟ سمعتها؟ عجبتك الأكلة بقى ولا مش حلوة؟ حلوة. حلوة؟ كانت شبه ايه مثلا؟ كانت شبه البيتزا مثلا؟ البيتزا طعمها حلو يعني. الرجعية مصطلح سياسي اجتماعي يدل على التيارات المعارضة للمفاهيم المتقدمة الحديثة، والرجعية هي الرجوع إلى الخلف ورفض التطور والتمسك بالماضي على أساس اللي نعرفه أحسن من اللي ما نعرفوش. والرجعي عامل مثل النعامة يدفن راسه في الأرض وجسمه كله باين، لا يعلم بأن الزمن يتقدم من حوله سواء أراد أو رفض، يرفض التعامل مع كل ما هو جديد. ودلوقتي يا صحابي خلصت قرقوشة فرفوشة، نشوفكم في فقرة تانية.
ودلوقتي يا اصحابي وصلنا لفقره قرقوشه منقوشه، ومعانا انتي رانيا. يلا بينا نشوف ازاي هتعمل لنا كارت. صباح الخير يا انجي. صباح النور. النهارده انا فكرت ان احنا نعمل كارت بسيط لصاحبتك في المدرسه او لمامتك او لبابي زي ما تحبي. اتفقنا؟ دي ورقه عاديه خالص كانسون A4، ممكن نتنيها كده عشان نحاول نعمل شكل كارت. اتفقنا؟ اوكي، ونبتدي نرسم الرسمه اللي احنا حابينها هنا. يعني لو نعمل كارت المامي نعمل قلب كده جميل. اوكي، تعرفي ترسمي قلب؟ اوكي اتفضلي. برافو، حلو قوي، جميل. نبتدي بقى نقص، نفرغ القلب ده من الكرتون. نحط عليه بس شويه كده عشان نعرف نقصه. اتفقنا؟ ممكن كمان لو زميلتك اللي قاعده جنبك في الديسك في السكول تعبانه وكانت غايبه تعملي لها كارت جميل وتكتبي لها كلمه حلوه. ايوه برافو. نبتدي بقى نفرغ الكارت شويش. فكره حلوه نفرغه من جوه. ميرسي. هي كلها افكار بسيطه خالص وموجوده عندنا في البيت. برافو عليكي. نفرح بينا كل اللي بنحبهم. تمام. على فكره برضو مش هنرمي دي، هنستخدمها اكيد. احنا زي ما اتفقنا عايزين نستخدم كل حاجه معانا. طبعا مش هنسيب الكارت فاضي كده. اعتقد ان اكتر لون يمشي مع الريد اللون البينك او الروز، مش كده؟ ايه رايك انت؟ ايه رايك؟ اوكي، في هنا روز. انت بتحبي اللون البينك؟ انا كمان. ممكن تجيبوه من فضلك؟ اوكي تمام. نبتدي بقى ايه، نثبت بقى الجلو على اللون البينك. تمام، ونقصقص بقى زياده. ونجمل بقى الكارت بتاعنا ونزوقه. يلا بينا. عندنا ايه بقى؟ انت وريني معاكي ايه. مثلا واو دي وردة تجنن. كده من اي حاجه برضه عندنا. اوكي. قديمة شكلها حلو. اوكي ميرسي. اتفضلي. ايه كمان؟ ممكن نحط جليتر، فوم جليتر. فوم جليتر. ايه رايك؟ تحبي اللون ده؟ في اليالو. ايوه. اوكي. عندك اكتيفيتيز في السكول بتاعتك؟ كتير. سهري بقى مامي اللي تعمل لك الاكتيفيتيز ولا انت بتعملي؟ هو قبل كده كان مامي، دلوقتي بقى خلاص انا بعمل اكتيفيتي. برافو عليكي. وكل اصحابنا كمان في البيت مش هيتعبوا مامي تاني. هم يعملوا الاكتيفيتي لوحدهم. اوكي تمام. ميرسي. اوكي يا ريت. ميرسي. اوكي برافو عليكي. اوكي تقدري تساعديني.
نكمل كده عشان نزين الكارت بتاعنا ويعجب صاحبتك ان شاء الله ويعجب كل اصحابنا او يعجب مامي او بابي. اوكي. بتجيبي المامي بقى هديه انت دايما ولا ايه؟ برافو. بس قبل كده كنت بجيب لها من المكتبات، دلوقتي بقى من اللي هو المحلات بتاع الهدايا، دلوقتي من المحلات بتاعت الهدايا وحاجه بقى بايدي كده. برافو عليكي. يلا بينا نكمل. ممكن يعني هو ميزه الفوم الكليتر ان هو ممكن يعمل سيركل معانا كده. تمام. تمام. ايه رايك؟ حلو. ممكن نكتب فيه مثلا اي اتفضلي. حاجه. نكتب ايه؟ ماي بيست فريند. ايه رايك؟ برافو عليكي. وبكده يا حبايبي يكون الكارت معانا خلص، تقدري تقدميه لصاحبتك في عيد ميلادها او لمامي او لبابي. يا رب يكون عجبكم. ودلوقتي يا اصحابي خلصت فقره قرقوشه منقوشه، نشوفكم في فقره تانيه. ودلوقتي يا اصحابي وصلنا لفقره قرقوشه مروشه، والنهارده موضوعنا عن الحيوانات الاليفه. يلا بينا نشوف الفيديو ده.
ودلوقتي يا اصحابي وصلنا لفقرة قرقوشة موهوبة، ومعانا دلوقتي صاحبة لينا، يلا بينا نتعرف عليها ونسألها ايه موهبتها. اسمك ايه؟ اسمي مريم. مريم، ايه موهبتك؟ الرسم. الرسم. بترسمي ايه؟ بتحبي ترسمي عن ايه؟ بحب ارسم الطبيعة، بحب ارسم اللي هي الحاجات اللي هي بتبقى ظل عندها ظل، بحب ارسم بالفحم، بحب اوهب يعني. ايه الحاجات اللي بتستخدميها في الالوان يعني؟ بحب استخدم طبعا الخشب عشان اعمل البارد والفاتح، وكمان يعني بعمل الفحم والقلم الاسود. مين بقى بيعلمك الرسم ومين بيوديكي او كده؟ بابي وجدو وميس سيمون. وميس سيمون، اوكي. يعني بتروحي فين تتعلمي رسم؟ بروح فنون جميلة من وانا صغيرة. فنون جميلة. طب تعالي كده نشوف رسوماتك. اتفضل. دلوقتي يا اصحابي وصلنا لفقرة قرقوشة مقصوصة، اللي بنعرف منها معلومات من جميع انحاء العالم. ومعلومتنا النهارده عن طيور امريكا، يلا بينا نعرف شوية معلومات عنها. يعتبر كتاب طيور امريكا الذي الفه عالم الطيور الفرنسي الامريكي جون أوديون اغلى كتاب في العالم، حيث بيعت نسخة نادرة منه مؤخرا باكثر من 8 ملايين يورو، وبذلك يكون قد سجل هذا الكتاب رقما قياسيا جديدا. ويعود الكتاب إلى القرن ال19، وقد بيعت آخر نسخة منه في نيويورك عام 2000 مقابل 7 ملايين يورو. ودلوقتي يا اصحابي خلصت فقرة قرقوشة مقصوصة، نشوفكم في فقرة تانية. ودلوقتي يا اصحابي وصلنا لفقرة قرقوشة قرقوشة، ومعانا أنسي رانيا، يلا بينا نشوف هنعمل ايه مع بعض. صباح الخير، صباح الخير لكل بناته الحلوين اللي قاعدين مستنيين برنامج قراقيش. يلا بينا. النهارده قعدت افكر كتير هعمل ايه النهارده انا وانجي، فقلت يلا بينا نعمل سلطه التونه. ايه رايك؟ تحبيها؟ التونه مفيده جدا جدا جدا، اي حاجه من خلق ربنا على طول. ما دي سمك، التونه ديت في سمكه كبيره قوي اسمها سمكه التونه. اوكي؟ اي حاجه ربنا خلقها لنا تبقى مفيده جدا، وخصوصا الاسماك، فسفور بقى وكل الفيتامينات. اتفقنا؟ اتفقنا. يلا بينا. تيجي بقى نحط عليها ايه، نقلبها الاول كده كويس. نحط عليها شويه ملح صغنطتين مش كتير. اوكي؟ هتحطيها جوه ايه؟ كلاب ساندويتش؟ يس. وحبه البركه، احنا اتفقنا ان حبه البركه دي ناكلها في كل اكلنا. أيوة. عشان الرسول عليه الصلاه والسلام وصانا عليها. تمام، هي مفيده جدا. تيجي نقلبها، نحط عليها شويه خيار صغنطتين كده. ايه رايك؟ تمام. ممكن كمان فلفل الوان عشان طعمه حلو قوي. ممكن السكين دي احمر من فضلك؟ ميرسي. طبعا في البيت ما نمسكش احنا السكين. ايوه مامي، هنساعد مامي بس مش مش للتقطيع. اتفقنا؟ ممكن نحضر السفره. ممكن نعمل ايه كمان؟ او نعمل الاكلات الخفيفه بقى. اوكي.
ممكن نحط كمان فلفل اصفر. ربنا خلق لنا كل خضروات بالوان جميله نستخدمها كلها عشان فيتامينات. كل لون ليه فيتامين برافو أيوة عليكي، معين. برافو عليكي، مامي اللي قالت لك كده. برافو عليكي. يلا بينا بقى. ايه رايك؟ دي كده التونه بتاعتنا خلاص جاهزه، بسيطه جدا وما تعبتناش في حاجه. ممكن تساعديني بقى عشان نعمل كلاب ساندويتش؟ اوكي ميرسي. اول بصي بقى نعمل كده ازاي. مش كتير قوي علشان بس مش ما يقعش مننا. ايه رايك؟ جميل. يلا اتفضلي انتي بقى كملي. برافو. اوكي اول واحد. نكمل مع بعض. اوكي. اوكي تعرفي تحملي انتي. برافو اتفضلي. برافو. كده برافو عليكي. شايفين يا اصحابنا كلنا هنساعد مامي كده. ايوه انا نحطه كده ونقعد نعمل كده برافو عليكي. ممكن تحطي حبه كمان صغيرين بس. ايوه كده. تمام. برافو عليكي. اساعدك بقى. اوكي مش انتي ساعدتيني بس ممكن نزود شويه كمان عشان في ناس بتحب التونه قوي. اوكي اتفضلي. برافو. اوكي اوكي اوكي. خد حبه من الرز حبه. برافو انتي بنوته جميله. برافو عليكي. لازم كلنا نساعد مامي نقعد نعمل كده في البيت. برافو. وبالنسبه للولاد نساعد مامي نشتري لها بقى الحاجات الجميله دي، واخواتنا البنات يساعدوا مامي. اتفقنا؟ مش ناكل وبس. ممكن كمان لو مامي مشغوله وبابي جاي من الشغل فاحنا نعمل له حاجه خفيفه كده ونقدمها له. لو مامي مشغوله. اتفقنا؟ اتفقنا. يلا بينا. برافو. بس احنا اتفقنا ما نعملش ايه، ما نقطعش. احنا نسيبها كده ولا نجملها؟ لا بص اتفضلي. احنا ممكن نجيب اللي هي زي السلكات. شيش طاووق الصغنطط، اوكي. ونجيب زيتون. أيوة. اتفضلي. نحط دي جوه دي كده ممكن من هنا. برافو عليكي. كده، برافو انت فنانه خالص خالص. ونحطها كده. برافو عليكي. ميرسي. ممكن نكمل بقى اساعدك في دول. اوكي. اوكي اعمل واحده بس وانتي تكملي. برافو عليكي انتي شطوره خالص. انتي اشطر. مين علمك بقى؟ مامي برضو. مامي شاطره قوي. بس كده يبقى احنا عندنا كلاب ساندويتش سهل قوي وعملناه ببساطه ما تعبناش في حاجه. اوكي على فكره كمان طعمه يجنن. تيجي تاكلي حته صغنطه ايه رايك؟ اتفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. تعيش بقى قوي كده. واو. ودلوقتي يا اصحابي خلصت فقره قرقوشه قرقوشه، نشوفكم في فقره تانية. ودلوقتي يا اصحابي خلصت قراقيشنا، نشوفكم في قراقيش تانية. بس اللي عايز يتواصل معانا يشوف كرتون او يسمع اغنية او يحتفل باجمل يوم في حياته هو يوم عيد ميلاده، يبعت صورته واسمه على قناة اسكندرية برنامج قراقيش. على فكرة احنا اتبسطنا معاكم قوي، يا رب تكونوا انتوا كمان اتبسطتوا معانا. باي باي.